مساء النور، اليوم إن شاء الله غنتقاسم معاكم وصفة ديال الصابلي بريتزل. اش غنقول لكم؟ غزال، 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 ضروري تجربوه لوليداتكم. كلشي غادي يحماق عليه الكبير والصغير، فغيرجع معتمد عندكم، واحد المذاق خطير فيه. إن شاء الله غادي نتقاسم معاكم كلشي، طريقته، الأسرار ديالو. نبداو إن شاء الله على بركة الله. بسم الله. أول حاجة عندي 125 غرام ديال الزبدة ممتازة، عندي هنايا سكر كلاصي 40 غرام. غنضيف 3 ديال الفرماجات يعني متلتين أولا مربعين اللي عندكم، شوية ديال الفاني، وغادي نخلّط الخليط مع بعضيتو حتى يرجع لي بوماد. هاد الحلوى هادي خليط ما بين المالح والحلو، وواحد المذاق كيجي فيها ما نقولكمش، ضروري غادي تجربوها تعرفوا علاش كنهضر. فهنايا غادي نعمل الزبدة بحارة المطبخ كما كتشوفوا باش كتعطيني واحد الخليط كريمي. هنايا غادي نضيف اللوز مطحون 80 غرام. اللوز هنايا مملّح، اللوز اللي كيتباع مالح ماشي لوز عادي. وكنضيف شوية د الملح يعني معلقة صغيرة صافي. وكنبقى نضيف الدقيق وراس معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى. كنبقى نضيف الدقيق بشويش بشويش حتى كنحصل على عجينة متماسكة ورطبة. كيف ما قُلت لكم الوصفة الأساسي ديالها هي داك اللوز المملّح، يعني كتعطي المذاق لهاد الوصفة خطير. صافي هنا فاش غنجمع الصابلي ديالي كنشوف بيدي، ضروري نتوما كتعرفوا ما خصوش يتدلك غير كيتجمع. صافي غادي نغطيه ببلاستيكة ونخليه في التلاجة واحد نُص ساعة حتى يبرد، وغادي نخرّجوه باش نشكّلوه. هنايا الصابلي هاد النوع هذا كنخدم بهاد المرشم، عندكم أي مرشوم خدموا به. صافي غنطلق العجين ديالي، ما خصهاش تكون رقيقة، تكون غليظة شويش لأنه ما غاديش نلصقوها مع بعضيتها، غتكون قطعة وحدة. وغادي نقطّع المرشم بهاد الطريقة هادي. صافي تنشكّل الحلوى ديالي كاملة كما قُلت لكم. إلا بغيتو تعملوا شي شكل آخر ماشي مشكل، ولكن هاد البريتزل هذا اسم ديال هاد النوع هذا بالضبط ديال هاد المرشم هذا. غنستمر بحال هكذا تنكمل القطع ديالي كاملين، وغادي نشعل الفران على 150 درجة ونشعلها من الفوق والتحت ونخليها طيب على مهل. صافي حتى كتوجد لي الحلوى ديالي كدير لون ذهبي. كيف ما قلت لكم واحد المزيج بين الحلاوة وبين بين الملوحية، وخصوصًا داك اللوز المالح كيعطي للوصفة واحد المذاق لا يقاوم. صافي هنايا غنكمل القطع ديالي كاملين ونرجع معكم نكمل على الوصفة. صافي هنا كنكون دوّبت الشوكولاتة ديالي وغادي نضيف له اللوز كونكاسي. صافي نخلطو كلشي مع بعضياتو. ها نتوما ديجا زينت وحدين قبل، فغادي نستعمل بحال هكذا يكون الشوكولات يعني بحالة المطبخ يعني ماشي سخون. غادي ندخّل الصابلي ديالي ونبقى نقطّرو بحال هكذا، ننزلو في كاغيط ديال الفران وكندفع بالفرشيطة باش كنزوّل ديك الشوكولات الزايد. دائمًا كننزّل الحلوى ديالي وكندفع بالمتشكة حتى كيزول لي داك الشوكولات اللي بقى تما. هنايا زدت اللوز حيت بغيتو تجي عامرة من فوقي. صافي غنستمر بحال هكذا تنكمل الحلوى ديالي كاملة ونرجع معاكم. هنايا أنا استعملت شوكولات بالحليب هو اللي خدمت به، شوكولا أولي. صافي هنايا غادي نوصل معاكم لآخر الوصفة. المهم إلا عجبكم الفيديو خليو لي قضية بكومونتير حركة إكسبلور باش الفيديو يوصل. وهذا هو الشكل ديال الصابلي ديالي بريتيل، كيجي خطير البنات. جربوه جربوه على الضمانة ديالي، ونتمنى تخليو لي التجربة ديالكم إلا جربتوه. إلى اللقاء الوصفة القادمة إن شاء الله.